السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدمو معكم واحد الغريبه ديال السميده والكوك. كتجي معلكه كتذوب في اليد قبل الفم. غادي تتبعوا معايا الطريقه ديال التحضير مع الاسرار ديالها باش تنجح معكم. قليل اللي كتنجح ليه. غادي تتبعوا معايا الطريقه ديال التحضير والاسرار ديالها. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الاسرار ديالها كامله. كناخذوا 3 ديال البيضات ديما بحرارة الغرفه. ناخذ واحد رشيشه ديال الملحه، كاس وربع ديال السكر سنيده. غادي نضربوا العناصر كاملين حتى يذوب لينا السكر. بقاو في التحريك حتى يذوب السكر. من بعد غادي نضيفو كاس ديال الزيت، ديما الكاس ديال العنبه كنضيفوه تدريجيا الزيت. ومع التضريب نضربو. بغيتي تضربو بالضراب اليدوي، انا اختاريت الطريقه التقليديه باليد. كنضيفو 2 ملاعق ديال المربى ديال المشماش، ماشي ديال الحلويات ديال الاكل. كنضيفو راس ديال المعلقه ديال النكهه ديال الحامض. هنا انا درت الغريبه ديالي بالنكهه ديال الحامض. هنا وصلنا للسر الاول اللي هو الكوك. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكوك. يكون الكوك الرقيق الميدم. الا ما كانش الكوك الرقيق الميدم غاديش تجينا الغريبه معلكه وغادي تجي ناشفه. خاصنا الكوك يكون ميدم ويكون الكوك رقيق. ديما تمشيو تاخدو الكوك سولو على الكوك رقيق ميدم. غادي ندخلو 4 ديال الكوك ديالنا وغادي ندلكوها مزيان باش تطلق لينا دوك الزيوت ديالها. كيف ما كتشوفوا محتاجه ندليك مزيان. غادي نديرو هنا عندي نص كاس ديال لا كريم باتيسير. الا ما كايناش نقدروا نعوضوها بالنشا. غادي ناخد 4 ديال السميده رقيقه الخاصه بالحلويات وغادي نضيفها من بعد ما غربلتها. ونضيف 1 الكيس ديال خماره ديال الحلويات بيكن باودر. العجينه كتجي مرخوفه ما كتجيش قاصحه. كيف ما كتشوفوا معايا تجي العجينه مرخوفه. غادي نخليها مده ديال 10 ديال الدقائق ترتاح وغادي نرجع معكم باش نكملو. العجين ديالي من بعد ما ارتاحت كناخدها كنشكلها كويرات على حساب القدر اللي بغيت، كبار ولا صغار المهم ما عنديش مشكل. وهنا السر الثاني ديالنا اللي هو سكر كلاصي سبيسيال. الا ما كانش سبيسيال راه الغريبه ديالنا ما غاديش تشقق.
والسكر كلاصي العادي ما كيخليهاش تشقق، كيدوب وما كيخليهاش تشقق. هنا عندي السكر كلاصي سبيسيال، ما كاينش شي فرق بيناتهم في الثمن، كاينش شي فرق كتير. المهم الا ما درنا السكر كلاصي سبيسيال راه ما كتنجحش لينا هاد الغريبه هادي. غادي نفندوه مزيان السكر كلاصي كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. كنفند وكنستف في الطاوه. الفران ديالي غادي نشعلو، انا عندي الفران ديال الغاز، غادي نشعلو من الفوق ومن التحت باش يسخن مزيان. كما كتشوفوا معايا في الصوره انا كنستف في الطاوه. كنورق عليها واحد شويه وكنحطها كيف ما قلت لكم. الفران ديالي انا سخنته، هو راه سخون مزيان، غير نعمر الطاوة ديالي. غادي ندخلها مدة ديال 10 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة. كنضغط عليها واحد شوية كيبان لكم الاصبع فيه محطوط. الفران ديالي ها هو سخون. ناخد الطاوة ديالي وندخلها لمدة ديال 10 ديال الدقائق. الفران ديالي هو سخون، غادي نقص العافية الحد ديالها، غادي نقصها مزيان وغادي نحط الحلوى ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما 10 ديال الدقائق هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها، كتجي مشققه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوناش ديروا جيم، ابوني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.